طيب لو عايز ارجع بقى حته تاني للطب بقى، عشان عارفك انت استشاري تغذيه جامد جدا. لو انا بقى جسمي مليان زي انت ما شايفه كده، عايز احافظ على جسمي، اعمل ايه؟ اول حاجه لازم يعني يكون الاكل متنوع ويكون طبيعي، ما ناكلش حاجات من بره كتير والكلام ده، لان والمشروبات الغازيه الحاجات دي كلها اساسا مضره جدا، وبتعمل لنا دهون غير صحيه في جسمنا وفي وبتسبب وقت مشاكل. معين يا دكتوره يعني اخر في الاكل وقت معين ولا اي حاجه شغال؟ لا يعني تنظم الوجبات، تخليها عددها زياده وبسيطه. زياده يعني وبسيطه. ممكن 5 وجبات مثلا، يعني الأساسية ووجبة سناك في وسط كل وجبتين لا أساسيتين انت وكده. دكتوره كده 100 100. لا بس بشرط، مهنيانا. لا ما هو بشرط، ما أنا مش كميه صغيره بالظبط كده. وبعدين أكل مثلا سلطات، أكل خضار، أشرب مية كتير. ده قبل الاكل ولا في وسط الاكل؟ لا علشان بحيث إن أنا أملأ ده، لو املى أنا عايزة معدتي. أخس أملأ معدتي بشكل صحي، وفي نفس الوقت ما تخنش زيادة. وأبعد عن أي حاجة فيها يعني كحوليات، مشروبات غازية، دهون. القهوه عادي، انا بشرب قهوه كتير. مرة في اليوم الصبح حلو. حلو، انا بشرب 8 في اليوم، فانت لا كويس قلت لي مش مره. كويس، لا غلط. لا تضر بجد، لكن هي مرة واحدة الصبح كويس. طب يعني يعني اشرب كترها مش اشرب دلوقتي عادي؟ ممكن تخسسني دي؟ هجرب ممكن اخس. لا هي مش موضوع التخسيس، هي يعني الكتر الحاجة، أي حاجة كترها بتزيد بيضر. عن حدها بتضر. طبعا. اه طب انا بقى وطبعا المشي كمان لازم امشي لازم مشي على ورياضه. الأقل نص ساعة في اليوم. يعني ممكن المشي اليوم ده ما يبقى زي الرياضه؟ ما عنديش وقت أعمل رياضة، على الأقل خالص نص ساعة في اليوم طب أمشي. مشي بمد أشرب ولا مية. مشي عادي؟ ايا كان، ممكن حد يكون عنده ظروف المهم مشي يمشي نص عادي. ساعة. نص على ساعه في حسب. اليوم. لكن لو ما فيش اي مشاكل في الجسم اجري يكون افضل. اجري كمان؟ لو ما فيش مشاكل عندي كنت في الجسم. الوجبات قلت 5 مرات انبسطت فيها لا ما جري هو مش ومفيش. 5، الوجبة السناك ممكن تكون عبارة عن علبة زبادي، معلقة عسل. ده السناك علبه زي يعني مش شرط، يعني ممكن تكون كوباية عصير، ممكن تكون ثمرة فاكهة، يعني حاجات بسيطة. اي نوع من الفاكهه؟ اه اي نوع من الفاكهه عادي. اذا ما كانش في اي مشاكل من حساسية ناحية اي نوع من الفاكهة. حلوه المعلومه دي.